لاجل المصداقيه في حاجات لازم اعرفها لك لو انت ناوي ان انت تروح امريكا، عشان تبقى ايه على نور كده، تبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. فركز معايا علشان خاطر تستفيد. ولو عايز تشوفني في فيديوهات جايه اضغط لايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، واهم حاجه اللايك، ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو. طيب، الناس اللي عايزه بقى تروح امريكا ركز معايا بقى كويس جدا، ايا كان سنك لازم هتركز في الكلام اللي انا هقوله، لانه كلام مهم جدا جدا جدا. وسيبك بقى ايه من الناس اللي بتتكلم في امريكا، انا هجيب لك الموضوع كله ايه عشان تبقى كده ايه على نور. امريكا سوق عمل. يعني ايه سوق عمل؟ يعني انت لو مش هتشتغل هناك هتترمي في الزباله. ايه، اعمل حسابك كده، انت رايح امريكا هتشتغل، مفيش دلع. لو انت فاكر ان امريكا بقى دلع وان انت هتروح تسهر كل اللي راحوا هناك عملوا كده، سهروا وشربوا مخدرات. ما هو امريكا زي ما هي بيقولوا ارض الحريه، انت قدامك الطرق كلها، انت بتختار الطريق اللي انت عايز تكمل فيه. بس ما ترجعش بقى تسالني انا مستقبلي راح فين، انا حياتي بقت عامله ازاي. بناء على الاختيار اللي انت هتختاره هو ده اللي هيحدد مستقبلك هيبقى ايه. اذا كنت هتترمي وهتبقى عايش حياه زباله ومش عارف تعيش وبتدفع فواتيرك بالعافيه، ولا هتبقى توصل للحريه الماديه ان انت بقى خلاص مش فارقه معاك وبتدفع كل حاجه وانت مستريح وبيبقى عندك دخل كتير، مستريح ماديا يعني. فده بناء على اللي انت هتختاره. الناس بقى اللي بتقول لك يا علي امريكا، الناس بقى اللي في امريكا اللي بيكذبوا عليك ومن الاخر كده بيبقى عايز ان هو يبلفك، لا تعال انا اقول لك الصراحه. الناس بتقول لك هناك انت كل حاجه بتشتغل بس علشان تدفع فواتيرك مش اكتر. انت لو كانت كده زي ما هو بيقول بيشتغل عشان يدفع فواتيره بس، كان رجع، ما كانش قاعد هناك. ولو ده حقيقي يبقى هو اختار سكه زباله. في ناس كده، لو انت من الناس دي احسن لك ان انت ما تروحش امريكا. ايه هم يا علي، مين هم الناس دي؟ الناس دي انت واحد عايز تشتغل موظف طول حياتك، تشتغل في الوظيفه، عبد للوظيفه، عبد المدير، تيجي اخر الشهر تاخد فلوسك وخلصت على كده. لو انت كده اوعى تروح امريكا. اوعى تروح امريكا، هتقعد تشتم فيها وهتعاني وهتنصح كل الناس محدش يروح امريكا علشان انت مش عارف تنجح في امريكا. اللي كده ما بينجحش في امريكا. امريكا سوق العمل بتاعها قايم على السمول بيزنسز، المشروعات الصغيره. المشروعات الصغيرة دي، او بمعنى اصح كل الرحلة بتاعت امريكا لاي حد لسه جاي جديد، لو سنه صغير بيشتغل في اي حتة، يبدأ يكون نفسه، يمسك فلوس، يفتح البيزنس الخاص بيه. هي دي امريكا. انما عايز تفضل موظف طول عمرك، ما تروحش امريكا، روح الخليج، روح اوروبا. ولو ان انا شايف ان اوروبا انتهت، بس اوعى تروح امريكا، مش هتنجح في امريكا خالص. عايز الاستقلال المادي مش هتجيبه وانت موظف. انت وانت موظف دي مرحلة بتاخدها علشان خاطر ان انت تقدر تقف على رجلك، يبقى عندك بيت اللي هو سكن، يعني مكان بتقعد فيه عشان تروق دماغك، تعرف تاكل اكل كويس، تتبسط، تتفسح، بحيث ان انت ايه دماغك تبقى نظيفة، تعرف تفكر في البيزنس اللي انت عايز تعمله. غير كده ما تروحش. لو انت مش هتعمل بيزنس وهتستقل ماديا، مش هتعتمد على الوظيفة. النهارده مفيش اي وظيفة في اي حتة في العالم، انا بجيبها لك سكة كده. لو انت فاكر انك هتروح تدور على وظيفة في اي حتة في العالم، النهاردة مفيش اي وظيفة في اي حتة في العالم. ده مش زمن الوظائف، ده زمن الاعتماد على النفس. فريلانسنج، يعني لو هتعمل فريلانسنج هقول لك ماشي. انما انت عايز وظيفة، لا اركن يا معلم، روح الخليج احسن. يترمي لك اخر الشهر، تفضل موظف طول عمرك، ويترمي لك اخر الشهر المرتب، وخلصت على كده، بتبوس ايدك وش وظهر. اللي كده لا، مش هتنجح. انا بقول لك، انا فعلا بقى بقول لك، مش بضحك عليك، انت كده مش هتنجح في امريكا. واللي هناك بيقول لك ما تجيش امريكا عشان اللايف ستايل كلها كده بتشتغل وبتدفع الفواتير ومش اكتر وما بيتبقالكش حاجه، يا اما كذاب يا اما هو اللي اختار السكه دي، هو اللي معرفش ينجح. امريكا 50 ولايه، معرفتش تنجح في ولايه، ما تروحش ولايه ريفيه، ما تروحش نورث كارولاينا، ساوث كارولاينا، ما تروحش الولايات دي. بتروح الولايات دي وبعد كده بترجع تشتكي انا مش عارف استقل ماديا، انا اخري الوظيفه وبدفع الفواتير بتاعتي وخلاص على كده. غير الولايه. مش عاجبك غير الولايه، ما عملتش كده يبقى انت فاشل، انت ما بتحاولش تنجح. بس عشان نقفل الموضوع. بالنسبه بقى للناس اللي فاكره ان امريكا فيها دلع، امريكا ما فيهاش دلع. امريكا هتفضل من اول ما تروح هتفضل تشتغل 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 عشان تعمل فلوس وتكون نفسك، واذا كنتش هتعمل كده عشان تقف على رجلك هتضيع. خلصت يعني، دي خلاصة الكلام، هتضيع اذا ما كنتش هتقف على رجلك. يعني مش هتستنى حد يرمي لك اخر الشهر المرتب بتاعك ولا كل اسبوعين، لان الباي تشيك بيبقى كل اسبوعين. اذا ما كنتش هتستقل ماديا مش هتنفع في امريكا.
خلصانه، محدش يكلمني بعد كده. يعني ايا كان سنك، يا علي انا سني 50 سنه، يا علي انا بيجي لي التعليقات دي انا سني 60 سنه، ممكن اروح اشتغل ايه في امريكا؟ انت اللي تروح تشوف، مش انا اللي اروح اشوف، حسب الولايه وحسب اللي يجي قدامك. انما والله هتتنك، لا اصل ده مش، والله جات لك فرصه ان انت تجيب فيها فلوس، لا اصل الشغلانه دي مش بتاعتي، او الفرصه دي، او هتتبطر او هتتنك، هتروح منك. امريكا اي حاجه بتجيب فلوس بيدوسوا فيها. بس يعني امسك بقى في الكلمه دي، اي حاجه بتجيب فلوس حتى لو مش لعبتك تخشها. اذا ما كنتش هتجري ورا الفلوس في امريكا مش هتنجح. علشان خاطر الناس اللي قاعده هناك، انا بشتغل الوظيفه ويا دوبك بدفع فواتيري والايجار. انت اللي اخترت كده، انت اللي فاشل، انت اللي ما عرفتش تنجح. يا حبيبي كل الناس راحت امريكا من لا شيء، من الصفر، وكلهم نجحوا هناك وبقوا مليونيرات ومليارديرات كمان ما شاء الله. يعني في امريكا بيئه النجاح فيها سهله جدا انك هتنجح، بس لو انت عايز. انما هتكسل، مش عايز تفكر، مش عايز تتعب نفسك، مش عايز تغامر، يعني عايز كل اخر شهر واحد يجي يرمي لك الفلوس، هترجع في الاخر تشتم في امريكا. ده مش عيب امريكا، ده عيبك انت اللي ما فهمتهاش. انت اللي خدتها كدول الخليج، رايح هناك تشتغل وتعمل فلوس وبس، سواء بقى بتحوش، بتدفع الفواتير، بتبعت لبلادك، بتشتري ايا كان بتعمل ايه. في ناس بتروح امريكا وتقعد تشتري في اراضي في البلاد وفي عقارات في البلاد بتاعتها. جاي مثلا من دوله عربيه يقعد يروح امريكا. انت مش، هي مش ليبيا يا بابا، هي مش ليبيا. انت رايح امريكا، اعمل حسابك ان انت حياتك كلها تبقى في امريكا. انسى بقى الدوله اللي انت جاي منها، لو هتبص هنا وهنا مش هتنجح، مش هتنجح، هتبقى حياتك في امريكا زي الزفت. استغل النعمه اللي انت فيها دي، فرصه ملايين من الناس نفسها فيها. فانت ربنا انعم عليك بالنعمه دي واداك الفرصه ان انت تروح امريكا، افهمها صح، استغلها، استغل الفرصه. خلاص صمم حياتك ان انت تبقى في امريكا، اشتغل، اعمل فلوس واعمل بيزنس، استقل ماديا. بالنسبه للناس برضو اللي هتروح هناك معهاش لغه، انت هتعاني. هي اللغه ما بتطلبش منك عشان تروح، انت هتعاني هناك. محدش هيرضى، مش هتلاقي شغلانه موظفه، شغلانه قصدي كويسه محترمه او ايا كان، مش هيجي لك اي فرصه انك تعمل فلوس وانت معكش اللغه الانجليزيه. ده كده برضو ايه الكلام، لازم تبقى فاهمه كويس وعارفه. تعليمك مش مهم، مش مهم. امريكا بتاعت صنعه، اتعلم صنعه. تعليمك ده لو انت عايز تشتغل في شركه انترناشونال مالتي ناشونال، وقلت لك ما بقاش في وظائف في العالم، في اي حته في العالم ولا في امريكا ما فيش وظائف. والوظيفه اللي انت هتلاقيها، اذا ما كنتش هتاخدها كستيب علشان خاطر تستقل ماديا وتفتح البيزنس، قلت لك مش هتعجبك امريكا، مش هتعجبك، لانك هتعاني. واي حته في العالم مش هتستقل فيها ماديا هتعاني. الزمن اللي احنا فيه ده حاول ان انت تستقل ماديا. انا بجيب لك الخلاصه علشان تبقى على نور، تعمل بقى فلوس اونلاين، تعمل ايا كان هتعمل ايه، تفتح بيزنس، تفتح محل، ايا كان هتعمل ايه، لازم تستقل ماديا. وبالذات في امريكا اذا ما كنتش هتستقل ماديا، وعدتها لك شوف كام مره، مش هتنجح. بس فانت فاكر ان انت رايح علشان الوظيفه، بقى قابلني. السلام عليكم. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو وفهمت. وما تنساش تعمل لايك، لان زي ما بقول لك انا مخنوق اصلا من اليوتيوب، قاتل الريتش، خانق الريتش خانقه كده ما يعلم بيها الا ربنا. يعني الفيديو بيوصل ل 2000 واحد، الفيديو اللي فات جاب 4000 واحد وواصل ل 7000 واحد، الريتش بتاعه جايب 7200 ومحقق 4400 مشاهده. فبس اتمنى ان انت تكون فهمت. تعليمك مش مهم، مش هتعمل بيه حاجه في امريكا زي ما بقول لك. بس لو عايز تشتغل في شهادتك، تحاول ان انت تشتغل عندك واسطه هناك هتساعدك ان انت تلاقي شغل في شركه مالتي ناشونال ولا انترناشونال. لا ساعتها هتحتاج ان انت تعادل الشهاده، وقلت لك مفيش واسطه في امريكا، يعني نادرا جدا او صعب لما تلاقي واسطه. والله لو لقيت، وزي ما بقول لك علشان تجيب الفرصه دي تشتغل في شركه تقيله، غالبا هتحتاج ان انت ايه، تعادل الشهاده. ودي قصه واتكلمنا عليها في فيديوهات فاتت، ازاي تعادل الشهاده بتاعتك. بس عامه انا فهمتك كل حاجه. ولد زي بنت. اصل انت يا علي بتتكلم عن الولاد بس، طب انا بتكلم عن كله، مش يعني الكلام بقى ده ايه، يشل الصراحه. لان مفيش فرق بين ولد وبنت. اللي الولد يقدر يعمله انت تقدري تعمليه زيه بالظبط. ده اللي بيشتغل يا جماعه، هو ده اللي بيفرق. يعني ممكن ولد يكون اذكى من ولد فده ينجح اكتر من ده، ممكن بنت تكون اذكى من ولد فهي تنجح اكتر منه. ملهاش علاقه ولد ولا بنت، هي العلاقه كلها مين اللي بيعرف يستغل الفرص صح، مين اللي بيعرف يفكر، مين اللي بيعرف
عنده طرق يعمل بيها فلوس، مين هو ده اللي هينجح. بس الموضوع خلصان. مش بالسن برضه عشان تبقى فاهم، يعني انت سنك كبير اكيد طبعا، انت سنك كبير مش هتروح تشتغل موظف، لا انت هتبقى عايز بيزنس انت تروح تعمله، فاحسن لك تشوف فيديوهات وتفهم السوق هناك عامل ازاي، تفهم طبيعة الولاية اللي انت عايز تروح تعمل فيها البيزنس وايه المتطلبات، وتروح تنفذ على طول. ده لو انت مش عايز ان انت تشتغل موظف، ايا كان سنك ايه، عندك 20 عندك 50 عندك 70، كل واحد. مفيش حاجه مش بالسن خالص، السن ده ما هو الا مجرد رقم. طبعا عارف الكلام ده هيفرح ناس كتير، ودي حقيقه على فكره. انت ما توهمش نفسك ان لا خلاص انا كبرت، لو وهمت نفسك كده يبقى انت اكسبايرد خلاص مش نافع. بس في حاجه تانية كنت عايز اقولها بس نسيت، لو افتكرت بقى في فيديو من اللي فات الفيديوهات من اللي جايه هبقى اقول لكم عليها. بس طبعا لو الفيديو ده جاب ريتش يعني. اشوفكم الفيديو اللي جاي. علي عمرو، السلام عليكم.